I should get some sleep. Alhamdulillah les gars, c'est pour moi aujourd'hui. Premier but de les deux dans l'histoire. Connexion. محمد وهبي في الندوة الصحفية العنوان البارز والعريض هو أنه قال لا معنى للانتصار. شتي الانتصار اليوم حنا ماشي هذوك اللي كيتسناو 90 80 70 7 قرون ولا قرن زماره باش نربحوا، لا. قال بالحرف بالبونط العريض. محمد وهبي والله ما يغمز لشي واحد ولا يلمز، قال داكشي اللي كيشعر به من تلقاء النفس، عطفا على وهذا، عطفا على الوضع الحالي ديال فريقنا الوطني اللي هو سادس العالم، وعطفا على السوابق ديالنا ستة الانتصارات. قال لا معنى للانتصار ما لم يؤمن الصدارة. كيفاش السي محمد وهبي الانتصار غيأمن الصدارة؟ الصدارة ماشي بيدك، كيفاش تأمنها؟ هذه هي البرقية اللي خص الجمهور المغربي يفهم. هذه الرسالة الطافحة الملأة والحبلة بكثير من التفاؤل والإشارات الغليظة الثقيلة اللي بعث بها محمد وهبي، وأكرر لا معنى للصدارة للانتصار إن لم يؤمن الصدارة. بالدارجة شنو هي؟ هضر مع الناس بالدارجة، بمعنى بأنه بغى يطرح كرويا منتخب هايتي، بأنه بغى يسكوري هايتي، لأنه عارف وأنا معاه عندي حدس بأن اسكتلندا غتعذب منتخب البرازيل. البرازيل في غياب الرافينيا المصاب وبغياب نيمار وحتى لاعب نيمار. قلت لكم تربحوا ولا ما قلت لكمش تربحوا المغاربه؟ انا نحس، انا قلبي يحس لا غالب. هذه ربحوا بغيت نعطيهم، ما صدقتش والله، ما صدقت كاع بدل الكلام، ما صدقتش. ما فاتتش هاد الخطره، ما فاتتش. بالك الماتش الجاي تفوت. ميسين ما كنتش مشارجي غايه، مشارجي غير تما، لكن شارجي 100%. المهم مغاربه كلشي مبروك عليكم التاهل، تستاهلوا. عندكم ايكيب تقدروا تاهلوا بها وتطيقوا توصلوا بها للنهائي لا فينال كوب دي موند عادي. راكم كلاسين 5 عالميا قلت لكم عالميا حاجه فور هذه تعقول. لا هايتي زعما هايتي مساكين داروا اللي عليهم، بصح قلاوهم مغاربه، قلاوهم بوزيسيون، قلاوهم كلش، زعما كانوا قادرين يكملوا معاهم ديريكت، ولاو يراطوا بزاف مغاربه. ابراهيم ديازك خاري على روحه كل يوم ولا مالك. حكيمي الشيخ رحيمي هذاك صاي خدم الاخر تاعه مع كيسموه ملي كان مع قطر هو كيلعب. المهم يحصلها المغاربه، يحصلها. مبروك عليكم التاهل. توقعي ان المغرب هتخسر من هايتي علشان يمروا بحالة من التخبط الشديد بعد بقى ما الله اعلم هيطلعوا لدور 32 ولا لا. يا فرعون يا حقود، كنت تشجع في هايتي ومستني يسود الأطلس يخرجوا من نيتك. يا فرعون ما تتعلم. قلت لك هذم أبطال إفريقيا، هذم المركز 5 عالميا، الحمد لله وما شاء الله، ما يخرجوا من بطولتهم المفضلة. هذه كاس العالم بطولتهم، فاهم ولا؟ مبروك لأسود الأطلس الفوز على هايتي والتأهل رسميا للدور القادم. يا فرعون الليلة ما راح تنعس، الليلة من الحقد متاعك ما راح تنعس. المغرب عقدتهم. مبروك الحبايبنا في المغرب التأهل، والعقبة زاد الحبايبنا في الجزائر كهو. وديما مغرب. حنا المغاربه راه عمرنا غنتعلموا، اقسم لكم بآية الرحمن. راه كنشوف هادشي الواقع في مواقع التواصل الاجتماعي، راه ما عمرنا واقيلا غنفهموا. نشوفوا عاد داكشي اللي وقع في كاس افريقيا، والتشويش والاشاعات اللي خرجوا، البروباغندا اللي خرجت على المنتخب واللي خرجت على المغرب باش نشوشوا على المغرب ونشوشوا على المنتخب، ما يبقاش عنده ديك النفسيه ديال المنافسات في الكره. ها هي دابا كتعاود عاوتاني الخوت، ومنين من عند خوتنا المغاربه، خوتي المغاربه اللي عندهم مواقع التواصل الاجتماعي وكيحطوا فيديوهات وكيعطيونا الاخبار. راه ماشي اي خبر شفتوه وسمعتوه من شي دوله تنوضوا تحطوه لينا هنايا تبندروه. راه كاينين شي حوايج انا ما كنتش عارفاهم وما سامعش بهم، تلقيتهم هنا، لقيتهم عند خوتي اللي دايره لهم انا ابوني، كنلقاهم هما كيهضروا عليهم. راه نتوما كتشوشوا على المنتخب ديالكم اكثر من الاعداء.
بحال القضيه تاع حكيمي كلشي ناض كيهضر عليها، القضيه ديال العناوي كلشي ناض كيهضر عليها، وماشي اي خبر تحط نوضوا نتفاعلوا معاه ونديروا ليه لي كومونتير ونبداو نتعاطاو مع عباد الله. شويه النخاله الله يرحم لكم الوالدين، هما ما كيديروا والو، كيحطوا لكم كيلوحوا لكم واحد الطعم وانتم كتلاحوا عليه كاملين، كلشي كينوض يهضر على نفس الخبر، وكتلقى لي كومونتير ما عرفت فين واصلين، كتزيدوا تطلعوا داك الخبر العالميه. الله يعطيكم الخير الخوت، خدموا شويه بالعقل. هذاك التشويش اللي دار في كاس افريقيا راه هو كيتعاود على المنتخب عاوتاني دابا في كاس العالم. فلهذا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، كونوا شويه عقلانيين وكونوا شويه اذكياء، وماشي اي حفرات نتلاحوا فيها. والخوت اللي عندهم لي كونت في تيك توك واللي عندهم فيسبوك حاولوا انكم شي حوايج ماشي اي خبر نوضوا نروجوا ليه، راه وليتو كديروا الخدمه اكثر من الاعداء. وهذا هو الميساج ديالي ليكم، يا ربي يا ربي يوصل هذا الميساج وما كرهتكمش تبارطاجيو. احنا منتخب مصر، احنا اقوى منتخب في افريقيا، احنا ليه ما نوصلش لابعد مكانه في البطوله؟ لا احنا ما فيش حد احسن مننا، احنا احسن من اي حد. يا هضره عجبتكم؟ على بالي عجبتكم يا هضره اول بيت في كوب دي موند. نيشان عجبتك؟ قولوا الصح، قولوا نيشان. خليتو صاحبي بصح مغاربه والو ما تحشموا هكا وتخسروا والو، زعما كنتو خاسرين. انا قلت صاي نسيتو رخفوا لكم بيت السوف. مين فكرني بلايلي انا هذاك البيت، فكرني بلايلي ضحكوا وربحتوا غير معانا احنا خسرتوا بصح ربحتوا هذه خطره. هاو سلككم يا هذا، سلككم صاحبي سلككم، راه مركه بيت الرابح يا هضره. كون ما كاش بيت الرابح كانوا غادي هايتي قاديزو، بصح هو هايتي كانوا غادي يعدلوا، بصح هو مركه الرابع قضى عليهم ديريكت. عجبكم ولا ما عجبكمش؟ بصح مغاربه خسروا شويه، خسروا رب العالمين، خسروا مركتوها، اقسم بالله لا مركتوها والو، ما تجوش كاع تخسروا نتوما والو، غير نشعلتيني نلقاكم فرحانين. هاو شويه دعمي انا اخوان. على طريقه وهبي هاد البلان ولاو كيديروه جديد، افضل لاعب كيدخلوه لداخل وكيشطحوا مع بعضياتهم. هذا لعيبه زوينه، كتبين لك روح المجموعه وكتبين لك بان العائله، احنا عائله، وهادشي اللي كاين. احنا المغاربه راه كلنا عائله. تحياتي لكم الاخوان، صور زوينه، برافو على الدراري، شكرا لهم بزاف، عطاونا هاد الفريحه هادي فهمتوني. راه ماشي ساهل باش تاهل الاخوان الدور الثاني، واخا كنكون ولات كتجينا شي حاجه سهله، ولكن راه كنهضروا على كاس العالم. ما تنساوش الاخوان، طاليان راه عندها 4 الكيسان، راه كتفرجوا في التلفازه وكيكلاشيو تيقولك جبت كاس العالم. والمغرب رات اليوم خرج هذا الماتش، هكا غدا ولا بعد غدا يبان لك نهار 3 الجاي ان شاء الله يبان لك شي ماتش اللي عالمي اللي تقول اواه مزيان نيت باش نبيعوا العجل هولندا قويه. على سمعوا لي وما ديروش. تحياتي لكم. شوفوا والله العظيم راح نهضر في واحد الموضوع، والله ما لا شماته، اللهم لا شماته، والله لا يوصلني اني نشمت في وحده بنت بلادي ولا عفسه، بصح الحق يقال على هذيك البنت الجزائريه اللي دخلت للمغرب وضربوها بعام حبس وغرامه. انا ما كنتش حندخل روحي كاع عيتيك، بصح راني نشوف لي زانفلونسور بداو يهضروا يحلوا في فمهم، وواحد قاعد يهضر ايه والدوله الجزائريه كيفاش يلحقوا لها وداوها ضربوها بعام. خويا ضربوها بعام باسكو اتهمت الحرس الملكي ولا الدرك الملكي باللي يدي رشوه، وهضرت في المروك ودارت فيديو. دوك انا ما فهمتش، دوك انسان هاد الحاجه كون دارتها في الجيري يدوها الحبس، تسبي الدرك ولا لابوليس وتقولي داولي داو رشوه بدون دليل يدوك الحبس حبيبتي ولا حبيبي. في الجيري ولا في تونس ولا في المروك ولا في فرنسا ولا في اي بلاد تروح تدنا الرمز من رموز الدوله هذيك راك فيها. دوك انا ما فهمتش انسان يروح سائح البلاد. انا راني دوك في مصر ما ندير فيديو ونبدا نقول فيهم وعليهم وداروا وكذا وهما ماشي ملاح. لا خويا هذه راهي قله ادب. لا كاين امور تقدر تهضر فيهم بيرسونيل، قادر في التليفون نهضر مع اختي شفتي والله العظيم واش تروح بالعفسه هكذا، هذه بيرسونيل تهضر فيها، بصح اما دير فيديو
وتي اون انفلونسوز وتوري وانت رايحه تحوسي في المروك ما عجباتكش زمي فمك، احكيها لاختك، احكيها لصاحبتك، ما باليش نحكيها لصاحبك في التليفون ولا كي تروحي ماشي استنى خرجي من ديك الدوله، خرجي قبل ومن بعد هضري. هاكي جبتيها في انا ما تاثرتش، انا ما كان لا تقلبوها قضيه راي عام ومش عارف شنو وكذا، انا كاع حبيت نتاثر ما قدرتش ما تاثرتش باسكو ما تدخلش راسي انسان يروح يحوس في دوله ما ومن بعد يبدا يكريكيتي ما عجباتكش خويا تصرالنا نقدروا نروحوا في بلاصه ما عجبتناش خلاص خويا سيتو ما نديرش فيديو نسب هذيك الناس وهذيك البلاد. علاه هذا تنمر ولا تكبر ولا وشنو؟ وزيد اتهمتي والناس هذوك ثاني كلا تاعنا ما شاء الله اللي كي غير يحط رجلو في الاوروبا هو حراق يبات في الزنقه مهروده عليه يبدا في فيديو الجزائر ماشي مليحه والجزائر كذا. عندنا واحد عوار طايره عين وهذاك العام اللي فات كلب الدنيا يشجع في الناس باش يجوا حراقين ويموتوا في البحر. جريمه هذه. كل واحد انفلونسا بيك وقطع البحر ومات راه يروحوا راكبه على رقبتك وعلاه تسبب بلادك. علاه حنا دول عالم ثالث عارفين عندنا مشاكل. قالت لك الطريق عندهم مش مليحه، حنا عندنا الطريق مليحه، حنا عندنا طرقان زينين وهايلين وعندنا طرقان ماشي ملاح، وتونس عندهم طرقان شابين وعندهم طرقان ماشي ملاح، المروك ثاني كيف عندهم طرقان ملاح وعندهم ماشي ملاح. اخلي شتو كازا تاعهم كي دايره ما شاء الله تبارك الله. والجزائر تاعنا شتوها كيفاش دايره سوسه جربه المغرب العربي كل شباب. بصح انت رايحه بلاد زمي فمك حبيتي تكري باسكو ديروا ولفتوا ديروا فيديوهات وتطلعوا على ظهور المغاربه تسبوا فيهم وهما ثاني يديروا فيديوهات يتابعوا فيكم وباش يطلعوا غير الكونت وكاين عباد قاعدين يتبعوا فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. والله العظيم غلا غاضتني يعني باسكو اي انسان انا عدويه ما نتمناوش الحبس وسبيطار هذا الزوج مع الله غالب يعني اي انسان حس بها هكذا. بصح هذه عبره الله يخفف عليها والله يا ربي ان شاء الله. مش عارفه شنو نقسم بالله لا العظيم الله وربي عالم مش كاين في قلبي اقسم بالله لا غاضتني. بصح علاه عليكم ما لقيتوش مواضيع تهضروا فيها ما عجبتكش البلاد نوضي روحي هزي قشك روحي قاعده هان هاكي جبتيها في وخلاص ما عندي ما نقول. يا سيدي انسان كي تخرج من بلادك احترم اولا باش نسب بلاد الناس نتفكر بلادي ما نسبش الناس باه ما يسبوليش بلادي. هذه هي ما نجبدش عيوب الناس باه ما يجبدوليش عيوبي. هذه هي الدنيا. بصح سي با بوسيبل اقسم بالله العظيم راح تخرج الواحد من عقله وسي با لا بي تقلبوها قضيه راي عام وشكوبي. انا والله ما تاثرت بها. ربي صح يخفف عليها ان شاء الله يا ربي. مش عارف شنو يا ربي ان شاء الله يعطوها سورسي ولا شي حاجه ويطلقوها تروح وتبقى للناس عبره. كي تروح عند الناس احترم روحك. هيا دوك الناس ضياف لدارهم تنوض مالا تسبهم بس سي با بوسيبل. ميزامي il faut réfléchir والله. بيزو.